السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصلي على حبيبي عشان قلبنا يطيب. النهاردة معانا دبابيس فراخ كده، يعني شكلها قمر وريحة وطعم. أهم حاجة النظافة، حاجة انت ضمناها في بيتك، حاجة انت عاملاها في بيتك كده وواثقة في نظافتها بصراحة. هنا أنا كنت غسلتها غسلة محترمة. أنا بشيل منها الجلد بسبب عيالي، لأني بيقعدوا يلوموا لماما شيلي لنا الجلد. وهنا معايا معلقة كمون، معلقة فلفل اسود، ورقتين لورا، طماطمايه، بصلايه، فصين توم، ورقتين حبهان، واحدة قرنفل. يعني حاجات بسيطة كلها. الطبق ده وواحدة ماجي والملح بس. انا طبعا هنا كنت رحت غسلتها من الليمون، كنت نقعها في ليمون وبالسكينة كده ايه شرايح بسيطة كده، شرحها شرايح بسيطة. وهنا كان عندي مية على النار مغلية، هبتدي انزل فيها كل الحاجة اللي انا قلت لكم عليها، التوابل والبهارات والحاجة، وحبة ملح مش كتير عشان برضو في واحدة ماجي. وغير ما انتي برضو هتحطي ملح في الخطوات الجاية، خليكي معايا كده وانا هقولك هنعمل ايه. هنا طبعا كنت بقى مسكتها غسلتها من الليمون وشرحتها شرايح خفيفة كده. هديها 3/4 سوا، مش سوا كامل، يعني سوا حاجات بسيطة، ما تسويش قوي، عشان خاطر برضو هتنزل في خطوة تانية في زيت، يعني ايه ما تبقاش مهرية منك، تعرفي تمسكيها، تبقى شكلها حلو كده. هنا انا كنت بقى حطيتها في قلب المية كده، والتوابل والبهارات دي مش قادرة اقول لكم والله العظيم الريحة كانت عاملة ايه، التوابل والطماطمايه. وهنا كانت ابتدت اهي تغلي معايا، وكان ريحتها والله 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 ريحتها كان تحفه. يعني كفايه نظافه البيت، كفايه ان انت هتعملي حاجه انت واثقه فيها. يعني وفي ناس بتنقعها في لبن وبتقعدها ليله كامله وبتاع، بس هي لازم سوا بصراحه، لازم. يعني انا جربتها كده وجربتها كده، لازم سوا. هنا بقى خليت الفراخ على النار، وجبت معايا هنا كوبايه لبن وبضايه، كوبايه لبن واحده وبضايه، رشة ملح، رشة فلفل اسود بسيطة، رشة كمون برضو بسيطة مش كتير، ده هي بس التوابل فرشت في الطبق، وحبة ملح برضو بصوت في قلب الطبق. امسكيهم كده مع بعض كده. وهنا كان معايا معلقتين، اللهم صل على النبي، معلقتين بقسماط، معلقتين دقيق، معلقة واحدة نشا. تمام، معلقتين بقسماط، معلقتين دقيق، معلقة واحدة نشا. حطيت حبة ملح برضو، حطيت كمون، حطيت فلفل اسود، بابريكا، كاري، كاري، كاري. وهنا بقى رحت ايه، هنمسك حاجة حاجة، هنمسك اللبن، وهنمسك البيض واللبن والتوابل اللي مع اللبن ديت نمسكها، اضربيها ضربة محترمة كده. هنا كنت طلعت بقى الفراخ في مصفى عشان لازم تنزل بقى ايه ميتها كده وتصفي وتبقى حلوة. ودي شوربة، انت لو بتحبي تعملي حاجة بالشوربة اعملي بيها، ريحتها حلوة طعمها حلو، وانت شايفة شكلها بيبقى عامل ازاي. برضو بيرجع لغسيل الفراخ، يعني اغسلي الفراخ حلو على قد ما تقدري. وبتسيبي طبعا الفراخ تبرد كده وتهدى، ما تحطهاش في اللبن وهي سخنه، سيبيها تهدى على مهلها خالص، مش هتاخد 10 دقايق يعني عقبال ما تهدى وتبرد. وهنا بقى كنت مسكت اللبن والفلفل الاسود والكمون، مسكت ربيتها قوي، ضربتها جامد كده بالمعلقه، خليتها زي ما انتوا برضو ما شايفين كده. اضربيها حلو، اهم حاجه انك تضربي البيضه في قلب اللبن حلو. هنا بقى ابتدي ان انا هنزل الفراخ الدبابيس في قلب اللبن. على فكره انت ممكن تعملي فرخه كامله، مش شرط دبابيس بس انا عشان احنا هنا كلنا بنحب الدبابيس، وعندي البنات بتموت في حاجه اسمها دبابيس. اجي اديهم حته الفرخه ولا حته الصدر يقول لك لا، احنا عايزين الكوكه، عايزين يمسكوها يعني بالعصايه كده وياكلوها كده. فانت ممكن تنفع معاكي برضو فرخه كامله عادي. هنا بقى كنت حطيتهم بقى في اللبن. وهنا يعني ايه ما تكتريش لبن عشان برضو ايه اللي هيفيد هيترمي، فانتي ما تكتريش. فانتي طول ما انتي واقفه كده اقعدي قلبيها، شربيها، غرزيها في قلب اللبن زي ما انتوا شايفين كده. يعني انا هسيبها برضو ايه بتاع ساعتين كده، كان لسه بدري على الفطار، وسبتها كده بتاع ساعتين. وكل لما بدخل المطبخ او بعمل حاجه اروح ماسكه المعلقه زي ما انتوا شايفين كده، اقعد اسقيها كده، اقعد اسقسق كده في قلب الفراخ، بتبقى ايه اتشربت. وبرضو احنا هنعمل خطوه حلوه، هتبقى برضو شربت من اللبن كتير والبيض، فما تقلقوش. هنا هنمسك بقى المكونات دي كلها كده مع بعض، نقعد نقلب فيهم، قلبيهم كويس حلو. سبحان الله بقى، انت بتحطي الملح ومش عارفه انت بتحطي كتير قليل مظبوط، فهي بتيجي معاكي كده والله، بس الحمد لله بتطلع مظبوطه، الحمد لله. هنا بقى كنت قلبنا بقى البقسماط والدقيق والنشا والبابريكا والكمون والحاجات دي كلها، وامسك ابتدي انزل الدبوس دبوس.
يعني على قد ما تقدري كده غطسيه، اكبسيه، يعني زي ما انتوا شايفين كده انا عماله ادوس عليها، بدوس عليها وهحطها في الطبق. وهقول لك برضو ليها خطوه تاني، هقول لك هنعمل ايه. وهنا كنت بجيب برضو اللي في قلب اللبن، واغرزها كده وادوس عليها جامد، عشان يبقى برضو ايه، كل حاجه دخلت فيها وتبقى طعمها حلو وشاربه من كل حاجه. هنا برضو هروح جايبه برضو، وكل هفضل على كده، يعني مش عارفه رحت فين. هتلاقيني كنت بكلم جميله دخلت لهتني في حاجه، هنا كنت عملتهم اهو، خلصتهم كلهم. هرجع اعيد تاني، همسك دبوس دبوس واعيد تاني، هنزله في اللبن تاني. انت تفضلي تعملي كده لغايه ما تحسي ان كميه الدقيق والبقسماط والحاجه اللي معاكي دي خلصت، بحيث ان تبقى منفوشه معاكي، تبقى مقرمشه معاكي. يعني انت هتفضلي تفضلي تعيدي وتزيدي. يعني انا كده كنت غطيتهم ورجعت تاني، خدت الدبابيس تاني ونزلتها في اللبن تاني بعد ما اترمضوا. نزليها تاني وطلعيها من اللبن، حطيها برضو في الدقيق واكبسي، وعلى ده الحال لغايه اما تحسي ان كميه الدقيق اللي معاكي والطبق اللي معاكي ده خلص. ممكن تعملي كده 3 مرات، مش مهم، ما تزهقيش. انت كل ما بتعملي كده كل ما بتبقى حلوه، طعمها حلو، هتعجبك. انا واثقه والله العظيم ان هي تعجبك. كفايه نظافتها، كفايه ان دي حاجه انت عاملاها في بيتك، حاجه واثقه فيها، حاجه كده يعني عيالك تاكليها وانت مرتاحه. غسلها حلو، منضفاها حلو، سلقاها حلو، ما فيهاش بقى شغل حاجه من جوه، حاجه مش لطيفه من جوه. لا، انت واثقه في الحاجه اللي انت بتعمليها. وبصراحه كانت جميله. انا هنا كنت تقريبا عملتها بتاع 3 مرات، واجيب من اللبن واحط في الدقيق، واجي احط في اللبن، واجيب من الدقيق. هنا معايا طاسه سخنه، هخلي الزيت يسخن قوي. اهم حاجه ان الزيت بتاعك يكون سخن قوي، عشان انت هتوطي النار. يعني في الاول كده اول 5 دقايق، 4 دقايق كده بالكتير هيبقى النار عاليه، وبعد كده هتروحي موطيه النار. هنا بقى كانت خدت على الوشين، وقبل ما تطلعي تروحي معليه النار. علي بقى النار. هنا كان طلعت بقى معايا، وهنا الزيتون اللي انا قلت لكم عليه في المره اللي فاتت، مش قادره اقول لك كان طعمها عامل ازاي. لازم تتاكل وهي سخنه، وهي سخنه طعم تاني بصراحه. كانت حلوه 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 حلوه. وهنا كان عندي حبه باميه من امبارح، وبتنجان مخلل من امبارح، والزيتون، وعندي برضو رز من امبارح. ويلا بقى اعملي سفره كده، اعاده تدوير للحاجه. وبالف هنا، ومتنسوش اللايك والشير، وشكرا لكل اللي متابعيني.